هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مع الناس. برنامج مع الناس سيظل صوت المواطن وعين المسؤول في كل مكان، محققين شعارنا منحازون للحقيقة والناس. أعزائي المشاهدين، في بداية الحلقة بنحب نوجه التهنئة إلى شرطتنا المصرية الباسلة بمناسبة عيدها ال71. العيد 71 ده ذكرى تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 52، والذي راح ضحيته 50 شهيدا و80 جريحا من أبناء الشرطة المصرية، رافضين تسليم أسلحتهم ورافضين تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية. تحية واجبة إلى شرطتنا المصرية الباسلة. كما نقدم التهنئة أيضا إلى جموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ثورة 25 يناير. أعزائي المشاهدين، تعالوا نشوف معاكم أولى فقرات حلقتنا النهاردة. نظم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة كفر الشيخ المؤتمر التنظيمي الأول. حزب الشعب الجمهوري بأمانة الحاج علي أبو أحمد عضو مجلس النواب. طبعا حضر اللقاء اللواء محمد أبو هميلة أمين عام الحزب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وحضر أيضا العميد أحمد الألفي أمين التنظيم والعضوية بالحزب. وعلى هامش المؤتمر تم افتتاح المقر الرئيسي للحزب. أيضا تم افتتاح معرض السلع الغذائية والمعمرة بأسعار مخفضة بمدينة كفر الشيخ. أعزائي المشاهدين، تعالوا نشوف التقرير التالي.
نشكر حزب الشعب الجمهوري بمحافظة كفر الشيخ على هذا المعرض للسلع الغذائية والمعمرة بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن المواطنين. رامي السبيعي أو بيج رامي بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام مرتين على التوالي. رغم حصول البطل بيج رامي على المركز الخامس هذا العام، إلا أنه تم استقباله بمطار القاهرة استقبالا حافلا يليق به. طبعا رامي السبيعي من قرية السبيعة بمركز برولوس بمحافظة كفر الشيخ. انتقلنا إلى قريته وأجرينا عدة لقاء أبرزها مع والدته. تعالوا معنا أعزائي المشاهدين نشوف هذا الحوار ونرجع لكم تاني. أعزائي المشاهدين، من مسقط رأس البطل العالمي لمستر أولمبيا مرتين على التوالي البيج رامي تحديدا من قرية السبايعة بمركز البرولوس، ونلتقي مع والد اللاعب العالمي البيج رامي. أهلا بك يا حاج. أهلا بك يا ابني. تحب تقولي إيه للبيج رامي بعد عودته الأخيرة دي من البطولة وحصوله على المركز الخامس؟ أنا أقول له الحمد لله على السلامة في كل خطوة مشيتها واجتهدت فيه، وربنا يوفقه في الجاي إن شاء الله. وربنا ما أرادش إلا كده، بس ربنا أراد له بحب الخلق كله له بإرادة ربنا سبحانه الله وتعالى. البيج رامي بيتمتع بجمهور كبير مش على قد مصر ولا الدول العربية، حتى في الدول الأوروبية على مستوى العالم. تقول ايه لجمهوره اللي كان واقف مسانده ومنتظر يعني حصوله للمرة الثالثة على التوالي على مستر أولمبي؟ كلهم يوفقهم ربنا سبحانه الله وتعالى، يوفقهم بجهدهم اللي عملوه من وراء ابني، ويوفقهم كمان وكمان. وأقول ملوش نصيب النبادي، له نصيب في كل وقت في أدى فيه عمله، وله نصيب في كل خير جايله إن شاء الله، واللي فاته ده ما كانش نصيب. الكابتن رامي طلع وكلم جمهوره عبر صفحته الرسمية إن بيعدهم العام القادم إن يحصل على مركز تاني أفضل من كده، وإن شاء الله تحب بقى تأكد لنا بتوفيق الله. أنا أقول له يا ابني اللي هيوفقك إلا ربنا سبحانه الله وتعالى، عشان كل واحد عايز يعمل كل حاجة، بس ربنا يوفقه بتوفيق من عنده. طيب أمنيتك إيه للكابتن رامي في الفترة القادمة إن شاء الله؟ إن شاء الله ربنا يوفقه للخير. أنا بحب الخير له للأمة الإسلامية جميعا يا رب العالمين. انت حاسه في البطوله الاخيره دي ان كان مظلوم او في اي حاجه؟ يا سيدي اللي هو ما قالوش نصيب، واحنا مش قايلين الا مالوش نصيب، وربنا هيوفقه ان شاء الله بقدره من قدره الاله، مش مخلوق، لا مخلوق ولا بحد. احنا ربنا يوفقه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يوفقه كمان وكمان، يوفقه للخير اللي هو بيعمله، ويوفقه الخير اللي هو ربنا امر له يعمله. الناس هنا في قريته وفي مركز البرولوس تحديدا كان موقفهم كله يعني زعلانين هو الناس كلها زعلت على زعله، بس اقول بتوفيق من عند ربنا. احنا مالوش نصيب، بس له نصيب في الخير ان شاء الله، وربنا يوفقه كمان وكمان وكمان، ويجعله في الأول على طول وفي المركز الأول، وتديله قوة على قوته وصحة على صحته، وتديله توفيق من عندك يا رب. أنا بدعي له الليل والنهار. أعزائي المشاهدين، من مسقط رأس اللاعب العالمي لمستر أولمبيا مرتين على التوالي البيج رامي، نلتقي مع ابن عمه الذي استقبله في المطار عند وصوله. أهلا بكم الزعلي. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا، وشكرا على اهتمامكم اللي انتوا جيتوا هنا وسجلتوا معانا. الله يخليك. كلمنا كده في اول وصول الكابتن رامي، كان شعوره ايه؟ كلم معاك في ايه؟ الكابتن رامي طبعا هو شخصية عالمية وشخصية عامة، واكيد ليه جمهور وليه متابعين. طبعا كانت في ناس كتيرة موجودة طبعا في استقباله، وده طبعا واجب علينا كلنا ان احنا ندعم انسان ناجح ونموذج مشرف للبلد.
ودي بالنسبة لنا واجهة لمصر كلها، مش مصر كلها بس، لا للوطن العربي، لأنه أول بطل عالمي مصري عربي مسلم أفريقي يحصل على البطولة مرتين على التوالي، وده إنجاز تاريخي. ونأمل إن يبقى عندنا 1 و2 و3 و4 زي رامي، ونأمل من جمهوره ومن الدولة. ده أكتر وقت البيج رامي زي ما فرحنا إن احنا نقف في ظهره ونسنده. احنا بنشكر السيدة أم رامي السباعي، وزي ما احنا شايفين كل الدعم المعنوي اللي بتقدمه السيدة المصرية لابنها. طبعا يعني بيج رامي ما طلعش فجأة كده بطل، لا يعني أكيد كان وراه فعلا زي أم رامي السباعي وقفت جنبه، كانت بتدعو له، مهتمة بيه. فاحنا بندعو كل أمهاتنا إن هي تهتم بأبنائها، ممكن يطلع يعني أكتر من بيج رامي وأكتر من محمد صلاح. أعزائي المشاهدين، ما زلنا في مدينة برج البرولوس، معانا ومعاكم لقاء مع شيخ الصحفيين بمحافظة كفر الشيخ، الأستاذ محمد علي القصاص. الأستاذ محمد علي القصاص سيرة ومسيرة كبيرة من العطاء الصحفي والخدمي. والأستاذ محمد علي القصاص ده مدير مكتب جريدة الأهرام أو مؤسس مكتب الأهرام بمحافظة كفر الشيخ. أستاذ محمد القصاص يرقد الآن على سرير المرض. أجرينا معه هذا اللقاء، تعالوا نشوف معكم الحوار. برنامج مع الناس انتقل إلى مدينة برج البرولوس بمحافظة كفر الشيخ لنلتقي الأستاذ محمد القصاص، عضو نقابة الصحفيين، مدير مكتب الأهرام الأسبق، ويعني الصحفي الأول بمحافظة كفر الشيخ. انتقلنا له، كان يمر بوعكة صحية، فالحمد لله يعني تحسن. واحنا النهارده في منزله بمدينة برج البرولوس. أستاذ محمد عامل ايه؟ الحمد لله. طمن كده محبينك كده وطمن ناسك على صحتك كده. أنا بخير والحمد لله. وشكرا لسؤال الأحباب والأهل والأصدقاء في مهنتي الصحية، وربنا يقدر على كل شيء. أقول الله نفذ. أنا من بخير الحمد لله، وأشكر الله وأشكر فضله، الحمد لله على كل حال. وعايز برضه أدي فكرة للمشاهدين والأحبة إن عمل الصحافة بدأ سنة 1964 في جريدة السفير الاسكندرية ومجلة الإذاعة والتلفزيون في اسكندرية. سنة 72 كنت قاعد مع الفريق بحري، فريق أول بحري، سيد عزت قائد القوات البحرية ورئيس النادي الأولمبي، وجه الأستاذ نجيب السكاوي شيخ النقاد الرياضيين ورئيس قسم الرياضة بالأهرام. أعجب بكتاباتي، قال لي يا محمد أنا عايز أكتب في الأهرام. قلت له عمري، أنا كنت بستعد عشان أعمل كورس نافيجيشن ملاحة بحرية عشان أمتحن ضابط سن على البحار، وعايزين على دماغي نجيب السكاوي لغاية ما نجح في إنه يقنعني إن أنا أشتغل الأهرام. فأنا اتفق على الأستاذ ممدوح طه رئيس قسم الأخبار في الأهرام، الراجل الشاذ بعد هيكل وعلى حمد الجمال، وخدني في الأهرام في ديسمبر سنة 72. وهذا تاريخ، وأنا مدير مكتب الأهرام في كفر الشيخ. الحمد لله مشت أمور كويسة. يعني النهارده 79 سنة وأنا بالمعاش النهارده، الحمد لله اللي يقول حاجة يعني. فقال له فندم أنا عايز شقة. قال لي أنت بتشتغل؟ أنا بشتغل حداد، أنا مش طالع برا. فصعبها فيها دخلاء كتيرة. أستاذ محمد، طبعا أنت يعني احنا تعلمنا منك العمل الصحفي وفنون العمل الصحفي والجرأة الصحفية.
استاذ محمد، انت يعني احكي لنا عن ذكرياتك مع رؤساء مصر، التقيتوا منهم مين وايه كان الحوار اللي دار بينك وبينهم؟ مع الرئيس جمال عبد الناصر ومع الرئيس المؤمن محمد أنور السادات، وكنت معاه في المعمورة. فاشتكالي من عمي العالم المصري العالمي الدكتور محمد عبد القصاص، قال لي: محمد أنا عايز أعمل عمك وزير بيئة بيهرب مننا. قلت له: ده شتمني وزعل مني عشان كتبت مقال في الأهرام وزي مصر فيها ونبناها العلماء الثلاثة المسؤولين عن البيئة في مصر والعالم، الدكتور قصاص والدكتور مصطفى طلبة والدكتور سعيد. وأنا اشتغلت مع الرئيس أسبق المرحوم حسني مبارك، و11 25 يناير 2011 أنهت كل شيء. وأنا 1985 بلغت سن المعاش، وأنا حاليا في المعاش. ما زلنا أعزائي المشاهدين في منزل الأستاذ محمد القصاص بمدينة برج البرولوس. التقينا بالأستاذ أحمد عطية، نائب رئيس مجلس إدارة جريدة مع الناس، أمين عام حملة الوحدة الوطنية لدعم رئيس الجمهورية ومحاربة الفساد. أستاذ أحمد، كل سنة وحضرتك طيب. وأنت بألف صحة وسلامة. احنا سعداء النهاردة واحنا موجودين واحنا بنزور الأستاذ محمد القصاص. والله أنا أولا أشكركم جدا، و زيارة الأستاذ محمد القصاص دي يعني انتوا جيتكم عندنا طبعا لها قيمتها ولها قدرها. والأستاذ محمد القصاص مش زيارة، المفروض ان كل الصحفيين وكل الاعلاميين اللي موجودين يعني انا بعيب عليهم انهم صديق زي دهوت وزميل زي دهو، ومش اي زميل واي صديق، ده مؤسس الصحافة في كفر الشيخ. يعني أنا بعتبره طبعا أول رئيس تحرير جريدة الأهرام في محافظة كفر الشيخ. وشخصيا بقى هو بقى من الشخصيات الغيورة جدا على بلده، يحب بلده جدا. اختلف مع كتير من المحافظين عشان مشروعات زي المستشفى، زي خطر الثقافة، زي يعني الأستاذ محمد القصاص له يعني أيادي بيضاء على المنشآت التي تمت في مدينة برج البرولوس. احكي لنا عنها كده يا أستاذ. لا 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 لا، ما من مشروع تم إنجازه في برج البرولوس إلا وكان فيه بصمة لمحمد القصاص فيه. حتى الطريق الدولي برضه كان له دور، لأنه كان هيتحول لمنطقة تانية وجابوا عن طريق البرج وبعدوا برضو عن البلد. وكان له لقاء مع محمد إبراهيم سليمان وضحك على محمد إبراهيم سليمان عشان ينفذ اللي هو عايزه، وجاب له ساعة بتاع ده ذهبي كده كان جايبها من السعودية، عطاها له هدية قدام مني علشان برضو ايه يعني رشوة علشان ينفذ الكلام اللي هو عاوزه. ففي الحقيقة يعني طول عمر الأستاذ محمد القصاص غيور على بلده وغيور على بس هو يعني سعى كتير جدا ان تبقى مدينة وتحويلها مدينة فعلا. هو كان له الفضل الكبير في تحويلها مدينة، ولو انها ضرت في البرج، لان البرج الاول كان على مساحة لا تقل عن 50 كيلو طولي، النهاردة بقت 2 كيلو، واخد بالك. احنا طبعا في حضرة طبعا واحنا بنزور الاستاذ محمد القصاص، احنا بنشكر الاستاذ احمد عطية نائب رئيس مجلس ادارة جريدة مع الناس وامين عام حملة الوحدة الوطنية لدعم الرئيس ومحاربة الفساد. شكرا. كل الدعوات الخالصة للأستاذ محمد علي القصاص بالشفاء العاجل إن شاء الله. قالوا علينا ديابة وإحنا يا ناس غلابة. طبعا ده مطلع تتر مسلسل ذئاب الجبل للفنان علي الحجار. الحقيقة إن الديابة ديت قرية بسيطة جدا لا تبعد كثيرا عن مدينة الحمول، يعني بضع كيلومترات. أهلها بسطاء جدا، مطالبهم أبسط مما تتخيلوا، فقط طريق يسير عليه
بصورة آدمية، طريق مرصوف وشربة ماء. يعني هل هذا كثير على قرانا مثل قرية الديابة التابعة لقرية البنا مركز الحمول محافظة كفر الشيخ؟ ما تيجوا معانا نشوفوا ايه حكاية الديابة دي. تشوفها في القراية ولا عرفتها الكتابة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من داخل عزبة الديابة التابعة للوحدة المحلية لقرية البنا بمركز ومدينة الحمول بمحافظة كفر الشيخ. نستعرض لكم أعزائي المشاهدين أهم المشاكل التي تعاني منها القرية. عاوزين نتعرف منك أكتر عن المشاكل اللي بتعاني منها العزبة أو القرية. أيوة فاش، أنا المواطن حامد توفيق الديب من عزبة الديابة تبع ناحية البنا تبع مركز الحمول محافظة كفر الشيخ. احنا هنا بقالنا أكتر من 70 سنة يا باشا في المنطقة دي. المنطقة دي تبعد عن الحمول حوالي 3 كيلو، واحنا عندنا امكانياتنا كلها هنا في المنطقه ضعيفه جدا لدرجه ان احنا جالنا خطه اسفلت من زمان جدا ولم تصل لحد الان، بقى لها اكتر من 2000 قبل 2010 ولم توصل لحد الان الى عزبه الدياب. ايه اهم المشاكل اللي بتعاني منها العزبه؟ يعني العزبه ان احنا محتاجين اسفلت يكمل لحد عزبه الدياب. ثانيا الميه ضعيفه من بيننا وبين خط الميه اللي احنا جايين من على المصرف من هنا عليه دلوقتي كيلو واحد، وعايزين امداد او مساعده من الميه عشان تزود عندنا الميه، لان الميه ضعيفه ما بتطلعش عندنا البيوت الا بالمواتير، وبتيجي كل يوم او 2 أو 3 ومحدش بيلحق ميه من الميه. الميه ضعيفه، مع العلم ان احنا نبعد عن محطه الميه الرئيسيه موجوده هنا جنبنا مسافه بسيطه جدا، ورغم كده الميه ضعيفه عندنا. ثم بعد كده ان احنا محتاجين صرف، لان نبعد عن الصرف اللي هو الرئيسي حوالي في اول الطريق اللي انتوا جايين من عليه من الصف اللي عليه دي حوالي 2 كيلو، ولكن عندنا المجاري ما فيش تصرف للمجاري ولا فيش حاجات من دي. مشكلتنا في الميه الخط في المزارع، والمزارع السكه بتهيل والخط معدوم فعلا والله. وبتوع الميه رحت لهم قبل كده، الباش مهندس قال لي هات لي جواب من الوحده المحليه وهنفذ لك خط من بره مكسيكو ما بيبعد 500 متر عن العزبه. ورحت له قال لي لا ما اقدرش اجيب لك من خط مكسيكو. طبطنا خط يا باشا، الخط معدوم. فقال لي ايه اما يجي خطه للزباله هنجيب لكم ايه خط مع الزباله. ولادنا بيعانوا للمدارس، احنا الوقت بقالنا اكتر من 17 يوم في الشتاء ولادنا ما راحوش مدارس. عندنا ولاد ما حضروش الامتحان اول امبارح في مدرسه التجاره في الحمول، ما راحوش الامتحانات في الشتاء لان الطريق زي ما حضرتك شايفه كده معدوم. يعني بيننا وبين الاسفلت ما بيكملش كيلو من عند مقلب الزباله، وبيننا وبين الاسفلت من الناحيه دي حوالي 400 متر، يعني وصله بسيطه. واحنا نستحق ان يبقى عندنا طريق زي اي قرى او اي مكان بينزل له خدمات. عندنا اطفال صغيره بنطلع نكشف عليها في الشتاء بنتبهدل وما بنعرفش، ما فيش ميه وما فيش اسفلت. انتوا عايشين ازاي؟ عايشين هنا في العزبه ازاي؟ احنا عايشين زي الناس ما هي عايشه، بس بنتبهدل احلى بهدله في الشتاء. وبطلب دلوقتي حضراتكم ان احنا بيننا وبين خط الرئيسي بتاع شركه الميه حوالي خط رئيس 8 بوصه، طلبنا منهم شركه ميه يجيبوا لنا خط رئيسي تزويد للعزبه، استهتروا وما عبروناش. عيالنا ديت تعبانه، والامبارح واخده بابني واخده على ايديا في الشتاء، ما احناش عارفين نطلع خالص من الشتاء، ما يعني حته معدومه خالص، ولا مستشفى ولا مدرسه ولا اي حاجه، يعني احنا معدومين. اللي الشتاء الطريق ده بقول لك انا واخده ابني واخده على ايديا علشان الشتاء، ما اناش عارف اطلع. ميه الشرب هنا في خط جاي اهو بينكسر
والله بيقعد يخر في التراعي وفي الانيان. انا نفسي بروح الاداره واشتكي واتصل ونجري كلنا، يجوا مره يجوا 10 لا، والخطوط مكسره، ولما بنشغل المواتير بتاعه الميه بتسحب طينه لان الخط الرئيسي متخرم والخط عالي، والترعه دي مش موصله حتى ميه للاراضي اللي بعدينا. مشاكل ومعاناه هنا، معاناه ومأساة جدا جدا. محدش طالب ايه؟ اما طالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتدخل فوري لقرية الديابة ونظرة رأفة والمسؤولين تما، ويجي يشوف على أرض الواقع. احنا مش بنفبرك الكلام ومش بندعي، اللي احنا بنقوله واقع حقيقي. العزبة دي قرية حوالي 18 بيت، كل بيت ساكن فيه حوالي من 20 فرد. لما تعمل الإجمالي تلاقيهم داخلين في 3000 معدومين تماما. ايوه، انا موجوده هنا في قريه الديابه تبع الوحده المحليه البنا مركز الحمول. احنا دلوقتي هنا بنعاني من الطريق وبنعاني من الميه، بنروح نملى ميه على دماغنا وكل يوم كده، والدنيا بتشتي. اطفالنا مش بتعرف تخرج تروح المدارس، اتاخروا على امتحاناتهم. الحياه هنا مش مساعده اي حد خالص، ما بنعرفش نمشي. ساعات احيانا التكاتك مش بترضى تخرج، ساعات كتير بنبقى لابسين ترمبات عشان نعرف نمشي. اطفالنا مش بتعرف تروح المدارس خالص. شفنا أعزائي المشاهدين مطالب أهالينا بقرية الديابة، مطالب بسيطة جدا، مطالب مشروعة 100%. طريق يسير عليه شربة ماء. يعني أكتر كلمة يعني حزت في نفسي زي ما بيقولوا الأطفال، بيقولوا إحنا بنروح المدرسة حفاة الأقدام، لأن طبعا طريق ترابي بيتحول إلى طيني في فصل الشتاء. طبعا بيمشوا بالأحذية، فطبعا الأحذية ما بتستحملهمش، بيروحوا حفاة. طبعا مش كله بيوصل للمدرسة ومش كله بيواصل الدراسة، طبعا في تسرب. أعتقد إن احنا بنوجه هذه الصرخة إلى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. يعني طريق فقط يا معالي المحافظ. دكتور عصام القصيف رئيس مركز مدينة الحمول، هذا الرجل النشيط، هذا الرجل الذي يحدث الآن تغييرا شاملا في مركز تقريبا وفي مدينة الحمول. احنا يعني بنوجه له هذه الاستغاثة. وبعد ما شفنا أعزائي المشاهدين مشكلة قرية الديابة، تعالوا معنا للفقرة المبهجة، فقرة أفراح بلدنا. والفقرة المبهجة النهاردة معانا فرحة النقيب طيار عمر رمضان خليفة على الآنسة ميرنا نجلة اللواء محمد حبشي مدير أمن محافظة مطروح. الحفل أقيم بقاعة سان رايز بمحافظة الإسكندرية، حضره العديد من الشخصيات العامة. عقد القران الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصري. ألف مبروك للعروسين، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من داخل قاعة سان رايز بمدينة الإسكندرية. ننقل لكم فرحة أفراح عائلات خليفة بمناسبة زفاف النقيب طيار عمر رمضان خليفة من داخل مدينة الإسكندرية. خليني في حضنك يا حبيبي، ده في حضنك بهدى وبرتاح. انا كل مشاعري معاك راحوا، وكمان قلبي لقلبك راح. وانا بضحك وافرح من قلبي، غير لو جنبنا كانوا عليك. لو تبعد عني ولو ثانية بتجنن يا حبيبي عليك. وبتحلى الدنيا في
بنقول النهارده العروسين ربنا يسعدهم ويعني يتم ان شاء الله عليهم بخير وسعاده، وربنا يسعدك يا عمر انت وميرنا، وربنا ان شاء الله يجعل ايامكم كلها فرح وسعاده ان شاء الله. ألف مبروك لعمر وألف مبروك لميرنا، وربنا يتمم لهم على خير وإن شاء الله الذرية الصالحة بإذن الله. ونشكر كل الناس اللي تعبت وجت لنا المشوار ده يعني، وأهلنا وأصدقائنا وأحبابنا كلهم. بقول لهم مبروك وربنا يا رب يسعدهم كده ويرزقهم الذرية الصالحة بإذن الله. مبروك للعروسين، ربنا يهنيهم يا رب، ربنا يتمم بخير وأتمنى لهم حياة سعيدة يا رب. ألف مبروك يا عمر، ألف مبروك يا ميرنا، ربنا يسعدكم يا رب ويتمها لكم على خير، اللهم امين يا رب. مبروك ليهم، ربنا يسعدهم يا رب. اختي ربنا يكملها على خير يا رب، ويجعل عمر الزوج الصالح ليها. بارك يا فندم، بارك الله عليك يا فندم. مبارك يا فندم، ربنا يبارك ألف مليون مبروك لأحلى عريس وعروسة في الدنيا، ربنا يوفقهم في حياتهم يا رب، وربنا يتمم عليهم بخير. أخويا وحبيبي عمر خليفة، ربنا يسعدك ويفرحك يا رب. ميرنا صاحبتي واختي، ربنا يكملها على خير يا رب، ويسعدها ويفرح قلبها ويسعدها هي وعمر يا رب، ويرزقهم بالذريه الصالحه. ميرنا وعمر ربنا يسعدكم ويتمم لكم على خير يا رب. ألف مبروك للعروسين وألف مبروك لعمر، وإن شاء الله حياة موفقة وسعيدة لكم إن شاء الله يا رب. ألف مبروك، وإن شاء الله بالرفاق والبنين. ألف مبروك وربنا يتمم بخير يا رب. جنبي واخواتي والناس اللي جت من سفر وتعبت، ربنا يخليهم لي يا رب. طيب تقولي كلمه للعريس بقى النهارده؟ اقول له ربنا يخليه ليا ويبعد عننا اي حاجه وحشه. مبروك يا ميرنا، ربنا يكملكم على خير ويسعدكم يا رب. ألف مليون مبروك. ألف مبروك للعروسين، ربنا يسعدهم يا رب ودايما في سعاده وخير يا رب. من داخل قاعة سان رايز بمدينة الإسكندرية نقلنا لكم فرحة أولاد خليفة النقيب طيار عمر رمضان خليفة، وتتقدم أسرة برنامج مع الناس بخالص التهاني لأسرة العروسين. أيضا شهدت قرية 86 بمركز الحمول حفل زفاف عنتر صالح عويضة سليل عائلات العويضة بمحافظة كفر الشيخ. حضر الحفل العديد من الأهل والأحباب. ألف مبروك للعروسين، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. نبارك للأستاذ عنتر صالح على زواجه السعيد، وربنا يوفقه وندعو له بالإخلاص إن يكون كنا محترم وبين الناس كويس، وربنا يصلح حاله ويوفقه في حياته المستقبلية بإذن الله. فرعات العوضة ده أخويا العريس، أخويا أقول له ألف ألف مبروك، ربنا يتم عليهم بخير. والله احنا جايين نهني الناس اخواتنا ونسايبنا، وجايين نقدم لهم كل التحيه والعنتر والعروسته، وربنا يوفقهم يا رب.
اقول للعريس الف مبروك، انا وحفيدي اصغر حفيد في العوايد جاي يبارك لخاله ويقول له الف الف مبروك. اقول له الف مبروك وربنا يتمم بخير. اقول له الف مبروك وربنا يتمم عليه بخير. وربنا يكرمه يا رب ويفرح امه وابوه وامه وكل حاجه. الف مبروك لعنتر ابن عمي، ربنا يسعده ويهنيه يا رب. بارك اللهم لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في الخير. ربنا يسعده ويهنيه. طبعا اهني خالي عنتر على فرحه وكده، وربنا يتمم له على خير ان شاء الله، وكلنا فرحانين له. تقول ايه للعروسين؟ اقول لهم الف مبروك وربنا يتمم لكم على خير يا رب، وما شاء الله المكان جميل والعيله ولمه العيله، واحلى حاجه لمه العيله وحبنا لبعض. ربنا ما يحرمناش من بعض يا رب. اقول له الف مبروك وربنا يتم عليه بخير، وربنا يجعلهم سعداء يا رب. اقول له الف مبروك ربنا يتم عليك بخير. تقول ايه النهارده للعريس؟ الف مبروك. الناس اللي جايه النهارده تبارك للعريس شرفتنا وعلى دماغنا وكله شرف ونور. شكرا. والعروس الف مبروك ربنا يتم عليهم بخير ان شاء الله. الف مبروك للعريس، يعني فرحه النهارده تمام التمام، والف مبروك ليه وللناس اللي هنا على دماغنا كلها. الف مبروك. الف مبروك لعنتر اخونا يعني وحبيبنا، وربنا يتمم عليه بخير يا رب. اقول له الف مبروك وربنا يتمم عليك بخير. ايه للعروسه النهارده؟ اقول لها الف مبروك وربنا يتمم عليكم بخير، ويا ربنا يجعلكم احسن ناس. الف مبروك يا حبيبي ويتمم عليك بخير يا رب. تمم عليك بخير. الف مبروك. تقول ايه لعروسته؟ الف مبروك يا بنتي، الله يصلح حالكم، يجعل عمار الدار منكم يا رب. يا اختي اسم مرتين يا اختي، عليكي رمش عين هو سبب توبتي. يا اختي اسم مرتين يا اختي، عليكي رمش عين هو. ايضا بقول له الف مبروك. الف مبروك يا عريس، ويلا هنوك ونشوفوك. الف مبروك يا رب، ويتم عليك الف مبروك يتم عليها بخير يا رب. ربنا يتم عليهم بخير يا رب. درغتي يا بنت. أعزائي المشاهدين، دي كانت فقرات حلقتنا النهارده، واللي بنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. على امل اللقاء بكم في حلقات قادمه. نرجو التواصل على ارقام البرنامج او عبر رسائل صفحات التواصل الاجتماعي. اعزائي المشاهدين، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.